من قصائدي في الإرهاب. القصيدة: هو الزعيم فلم أنقص ولم أزد، اليوم وقبحه يوما على بلدي، تأكد الحقد فاقرأ سورة المسد، أليس تنصيبه يغنيك برهنة، هو الزعيم فلم أنقص ولم أزد. الزعيم بمعنى زعيم القاعدة بالمغرب المتواجدة بمنطقة القبائل مسقط رأسه ومخرجته في تفجيرات 11 نوفمبر وتهجمه على السفارة الأمريكية، وخرجت هذه الأخيرة إلا لإبعاد الشبهة للتغرير ببسطاء الناس كي يظنون أنه الأكثر وطنية، كما أن التوافق 11 نوفمبر التفجير الأول، 11 ديسمبر التفجير الثاني، إلا دل على كلمة سر بينه وبين بوش، طبعا مع تفجيرات 11 سبتمبر بأمريكا. التأكيد أن يأتي تنصيبها اليوم مباشرة بعد عودته من أمريكا، بغض النظر عن خرق الطقوس الجاري العرف بها في مثل هذه الحال. يؤكد هذا أن يأتي التنصيب متزامن ورسالة يطلب فيها بالاستقلال الذاتي للقبائل. حتى الذي كان هذا الكرسي ممتلكا لم يدري كيف به قد جيء يا ولدي. بوشعيرات الزايدة سيب الخادم اللي دو لا فرانس، قد أخرجوه كما لو كان كلبهم، هل كان يعلم لا يجديه بسط يد. فالطقوس الجاري العرف بها في مثل هذه الحال أن يسبق التنصيب تخمينات ورجل الشكوى وتكهنات وإعلان مرتقب لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يتم وقتها. كان العزيز إذا ما عزة ذكرت، كان المدلل فانظر صار كالزبد. مع السلامة شكرا كنت خادمنا، هذه الشعيرات تدعو الناس فابتعد. بالخادم حطوه في الوزارة وقتها لتغرير الشعب بالشعيرات الزايدة اللي دايرها ولتغرير فرنسا عن مصالحها، حتى تظن أنه تراب موش محرك. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فليس مبتسما لو كنت ذي رشد، كان اختيارك منا خدعة وفقط هي المصالح، فامضي الآن لا تعد. اختاروا في سبق المرات لتزيين الواجهة الحكومية به، لأنه صاحب شعيرات زايدة ولأنه واحد من اللي بيبيدو لافرنسا. المصالح كانت تقتضي المرحلية، بمعنى حتى فرنسا لا تشعر بتهديد مصالحها التاريخية في الجزائر من قبل بوش وقتها. الآن حقك أن ترمى بمزبلة، سيعرف الشعب كم روعت من كبد. أمامك الأم فاطلب عندها شرفا واقصص لها رؤيك في نكد. الأم فرنسا الدليل: أسماء رؤساء الجمهورية: بن خدة، بن بلة، بومدين اغتيال هي وكتخرجها من الصف، بن جديد، بوضياف، بوتفليقة تبدأ بالبي. المجلس الشعبية الوطنية: بيطاط، بالخادم، بن صالح تبدأ بالبي. المجلس الدستوري: بن حبيلس، بجاوي، قيل كان بمحكمة لاهاي، ليس لكفاءة ونزاهة. فأمريكا تعرف لمن تعطي المسؤوليات. ثم بوشعير بالبي أيضا. مجلس الأمة من ينفقس الفريخ. بن صالح تبدأ بالحرب، وهذا منذ الاستقلال وإلى اليوم. السيب الخادم كانت رأس المجلس الشعبي: لربما فسرت حلما يؤرقكم، هل هذه الحرب إلا حرب معتقد؟ قد حق تندب حظا كنت تنشده، نعم يحق انصباب الدمع من رمد. من علم القزم هذا المخص مكرمة، هو الرئيس لماذا اليوم لم تجد. هذه الأولى. نشوف الطرش الثانية: كم ذا تشدقوا بالأوطان قبحهم، لو نحن نستنطق الصخر والحجر لثار في غضب أو صار منصهر، فكيف بالناس قد كانوا ادعوا قيما لا من يرد فراد أو يجي زمراء. أين الرئيس؟ أما كشفت عورته؟ أين الكلاب لتحمي سيدا صغورا؟ كم ذا تشدقوا بالأوطان قبحهم، في ظل دولته الشعب احتقرا، في ظل دولته نعرف فضائحهم، ها تملأ الأرض ذا عشر وانتشر. من الخليفة اليوم احنا مع سونطراك. من ذا يصدق رقص البوم طبعهم، بل من يصدق كذابا ومؤتمرا. من للخليفة أعطى قبل موثقه، ليس الخليفة إلا البيدق بتكر. الخليفة أحد الأسماء اللامعة في قضية الخليفة الدكشيني. الخليفة عبد المؤمن هو رجل أعمال، بنوك، طائرات، فنادق باعتمادات من الدولة وتحت رقابتها ومسؤوليتها، اسم لفضيحة القرن العشرين كما اسموه. مواقع بلا حدود، مدونة بلاد تلمسان للبيدق نتاعهم، عين بارودي تعزف بالقاعدة الفساد والانتخابات، نلقى تسميتها بفضيحة القرن العشرين. روحي ذوك انتي روحي.
ليس الخليفة إلا واحدا تهمه، هو الضحية مهما أبدعوا صوره، أولى فأين هنا بالعيز أعرفه، كم استفاد وكم في بنكه ذكر. السي بالعيز هذا تلمساني من الغرب، أحد الأسماء اللامعة في قضية الخليفة ديكشيني وزوجة بوش وجمال ولد عباس وأبي جرة سلطاني والفنانين والفنانات والرياضيين. وزير العدل تلمساني على ملة ولي نعمته، وهو صاحب المقولة القضاء البريطاني غير ملزم بتسليم الخليفة. يظهر وأنه فقيه في القانون الدولي، وهو لا يحمل إلا شهادة ليسانس في العلوم القانونية. بل أين أخ في الله جزءاره، أين نراه اليوم قد حشر. أخ في الله جزءاره هو أبو جرة سلطاني، وزير بدولة القزم. يراجع في هذا الشأن شخصيات للبيع من النظام الجزائري المتعفن، أبو جرة سلطاني ومقاربات الفساد، جزء أول وجزء ثاني، فقط لأنه من تبست منهم حظ الجزائر لا تلقى سوى النكر، من كان فجر أشبالا وروعنا، ومن يخطط بسم الله متزر الأشبال. المقصود التفخيخ لأشبال كشافة غليزان في ظل من الإجراءات الأمنية في الفاتح من نوفمبر عام، والتباكي بالإرهاب والأعمال الإجرامية الجبانة. شكون يقدر يصدق بتمرير القنبلة والفراخ الجنة؟ لا نتحدث عن مزار بن طلحة واغتيال بومدين وبوذياف وقصد مرباح ومعطوب الوناس وغيرهم. الخلفية طبعا العز بفراخ الجنة. ومن يخطط بسم الله متزر العز بمصطلح الشيعة. اقرينا عناوين من مثل تدنيس المصحف الشريف والخذ والرج. الشيعة موجودين في الجزائر، مش موجودين. التنصير يغزو. مقالات كثيرة. منتديات الإكليل والعز بالروابط فيه 4 مشاركات كاملة تهجم على الشيعة. الله الله يا عمري. إني لأذكر مراني فأشكره، أستوزره فكان الوجه والدبراء. مراني أحد مؤسسي الفيس منشق يقول عن الجبهة الإسلامية زعم المنحلة ولا المحلة كما يقولوا هما، مش المنحلة، كما يروج له تغريرا وتمويها عن أنه مجرد واحد من النظام الذي خلق الجية بشهود عيان وعلى المباشر الجزيرة الفضائية أن يحظى بوزارة الشؤون الدينية، فدل على أنه واحد منهم. كول بابا كول.